بلا شك حتى انت بحال اي واحد باغي حياة زوينه اللي تكون مرتاح فيها ماديا ونفسيا، ولكن واخا هكاك كتهرب من المهام اللي غادي توصلك لهاد الحياه، كتهرب من الفياق بكري ومن الخدمه ومن التمار ومن اي حاجه باغا منك جهد باش توصل لداك الشيء اللي باغي. وبين ما انت في هاد الجهه كتهرب من هاد الشيء، كاين في جهه اخرى شخص اخر كيدير هاد الشيء كامل بلا ما يهرب منه. فشنو هو الفرق اللي بينك وبينه؟ الفرق هو الانضباط. اخر منضبط وانت معكاز وكتاجل. وباش تولي انسان كيدير داكشي اللي خصو يدار باش توصل للحياه اللي كيحلم بها كلشي، فراه خصك تولي شخص منضبط، حيت النجاح عنده ارتباط قوي بزاف بالانضباط. هادشي اذا ما كانوش بجوجهم كيعنيو نفس الحاجه. وفي هذا الفيديو غادي نعطيك مجموعه من الطرق اللي غتعاونك حتى انت باش تولي انسان منضبط. هادشي علاش غنقول لك بليز تفرج في هذا الفيديو حتى الاخر ضروري، حيت غيفيدك بزاف. بلا ما نطول عليك اكثر من هكذا ندخلوا في الموضوع. اول حاجه غادي نهضروا عليها باش تحسن الانضباط ديالك هي بدا بالحاجه اللي سهله. اذا بغيتي تولي منضبط في حياتك وتولي انت اللي كتحكم في الجسم ديالك وماشي هو اللي كيتحكم فيك، فراه خصك تدرب دماغك باش يعاونك على هادشي وما يكونش ضدك. وباش تدربو خصك تبدا تنضبط في داك الحوايج اللي بساط وساهلين وما فيهمش مجهود بزاف، فحال كل مره تنوض من النعاس تصايب فراشك ولا البلاصه اللي كتنعس فيها، ولا دير 2 اوقات في النهار تغسل فيهم سنانك وتبقى يوميا كدير هادشي. وكاينه واحد الحاجه عندنا حنا مسلمين كتعلمنا الانضباط، وفي نفس الوقت هاد الحاجه مفروضه علينا، يعني غتديرها فحال درتيها في وقتها فحال لا. وهاد الحاجه هي الصلاه. اذا كنتي كتصلي ولكن ما كتصليش في الوقت، بدا تصلي في الوقت. حتى واذا كنتي ما كتصليش بدا تصلي. هذه فرصه مناسبه باش تصلح علاقتك مع الله وتدرب الدماغ ديالك على الانضباط. ثاني حاجه اللي غادي تعاونك باش تبقى دير داكشي اللي كيجيك صعيب وكتهرب منه هي قاعده 2 دقائق. كيفاش غتستعمل هاد القاعده؟ اي حاجه بغيتي تبداها دير منها نسخه كتدوم غير 2 دقائق. مثلا باغي تقرا شي كتاب على تطوير الذات ولكن كتعجز تقرا حيت ما فيكش الخاطر ولا شي حاجه بحال هكذا، فاشنو غادي دير باش تسهل هاد القرايه على الدماغ ديالك؟ غتنوض وانت داير في بالك بلي غتهز الكتاب وغتقرا غير صفحه واحده بركه، وملي غتهز الكتاب وغتقرا ديك الصفحه غتزيد تقول لراسك اجي نزيدو واحده اخرى وانت غادي. وهكذا يا غتعجبك الطريقه اللي مكتوب بها الكتاب وغتكمل في القرايه ديالو، ولا غتبقى تقول لراسك غنزيد غير صفحه واحده ونسالي حتى تلقى راسك قريتي واحد 15 صفحه. حتى واذا كنتي مثلا كدير شي محتوى وكتعجز تمونطي غتقول لراسك نفس الشيء، غنوض غندير تصويره واحده ولا تاثير واحد بارك عليا، حتى غتلقى راسك خدمتي اكثر من داكشي اللي كنتي باغي تخدمه. هكذا قول فحال كتضحك على دماغك باش يدير داكشي اللي كيجي صعيب، حيت الدماغ من ديما كيرفض الحاجات اللي ثقيله ولكن كيرحب بالبدايه اللي كتكون خفيفه. ثالث حاجه ربط عاده جديده بحاجه كديرها اصلا. مثلا في كل مره تسالي الفطور غتنوض تكتب 3 دقائق في دفتر المهام ديالك، ولا كل مره تغسل فيها وجهك دير تمرين لمده دقيقه بركه. المهم ربط عاده بعاده اخرى. هادشي غيسهل عليك الالتزام، حيت في عوض ما تخصص مثلا الوقت ديال الكتابه غتبقى ديرها مور الفطور نيشان. هكذا غتجيك ساهله لانك تخصص ليها شي وقت ما كدير فيه حتى حاجه، حيت غيجيك العجز وغتصدق ما داير والو. رابع حاجه خرج من المنطقه د الراحه ديالك، حيت المنطقه اللي كترتاح انت فيها عمرو دماغك ما غادي يسخي بعاد عليها، حيت راه ما كاينش شي واحد اللي كيكره الراحه. ودماغك ملي كيولف الراحه والجلاس وكتجيبها شي مره كتبغي دير فيها شي حاجه فيها شي مجهود معين، دماغك كيبقى يعطيك الاعذار باش تفشل وتبقى جالس مرتاح بلا ما تنوض تضرب تمار. هاد الاعذار بحال غير جلس صاحبي شنو غادي تبدل اذا درتي هاد الحاجه، ولا غير خليك دابا وحتى الغدا وديرها حيت غتكون وجد كثار، وهكذا ما كديرها لا اليوم لا غدا لا بعد غدا. هادشي علاش خاصك تبقى تتحرك بزاف، تمشى ولا دير شي تمارين رياضيه في الدار ولا لعب الكره ولا اي حاجه كتحتاج منك شي مجهود باش تعلم دماغك انه يتقبل الالم. اما اذا بقيتي كدير ليه الخاطر وغير جالس وما كدير والو فراه عمرك غتقدر دير شي حاجه. هادشي علاش منطقه الراحه ضروري تخرج منها. خامس حاجه كافئ راسك ملي تنضبط في شي حاجه. مثلا داير وقت محدد يوميا كتقرا فيه شي كتاب، فين ما تنضبط في هادشي وديرو في وقته وكيف ما خصو يدار، سمع لشي اغنيه كتعجبك بزاف باش تشجع راسك انك تعاود دير هاد الانجاز مره اخرى وتحصل لهاد المكافاه، حيت ملي غدير هكذا غيكون في يدك واحد الهدف كدير عليه هادشي وماشي كديرو غير هكاك وصافي.
سادس حاجة، حيد المشتتات. اذا بغيتي دير شي حاجه اللي كطلب منك شي مجهود، فراه خصك قبل ما ديرها تزول التليفون من يدك على الاقل بشي نص ساعه باش تقدر تركز في داكشي اللي غادي ديرو. واذا كنت شي واحد اللي مبلي به وما كيقدرش يزولو من يدو لمده طويله، ففي هذه الحاله حاول تنزلو في شي بيت ولا في شي بلاصه بعيده على هذيك اللي كدير فيها شغلك، باش ملي تبدا وتبغي توز التليفون على اساس تشوف واش وصلك شي ميساج ولا لا، غتعكز تنوض موراه تجيبو. هادشي غيقدر يخليك مركز في داكشي اللي كدير، وما غتبقاش كل شويه كتوقف وتضيع التركيز ديالك باش تشوفها في التليفون. سابع حاجه اللي غادي تعاونك باش تبني شي عاده انت باغيها، هي ما تضيعش العاده جوج مرات. مثلا باغي تتعلم المونتاج وبديتي اليوم اول خطوه في التعلم، ولا غدا عكستي التعلم ولا خرجتي لشي بلاصه ولا اي عذر خلاك ما تتعلمش، غتحاول بعد غدا تكمل ضروري واخا يوقع اللي وقع. المهم ما تخليش يومين متتاليين بلا ما تتعلم فيه هاد العاده اللي باغي. هادشي غيعاونك بزاف باش تحافظ على العاده وتولي جزء من الحياه اليوميه ديالك. ثامن حاجة، تحدى راسك شي تحدي قصير. مثلا تفرجتي في هذا الفيديو وبغيتي تولي انسان منضبط، فراه غدير نفس هاد الخطوات اللي قلت لك، وغتحاول تحدى راسك لمدة سيمانة لا اقل ولا اكثر باش تبقى فيها منضبط على داك الحاجات اللي غيخليو حياتك تبدل. بقى تحدى راسك سيمانة من بعد سيمانة حتى تولف على راسك هكاك، وما غيبقاش يبان لك هادشي مجرد تحدي، حيت غيكون ولا واحد الروتين كتمشي به في حياتك. دابا خلينا من هادشي كامل واسمعني مزيان. الانضباط او الالتزام هو الفارق بين السعاده ديالك والحياه اللي كتحلم بها. يعني اذا درتي اللي في جهدك وتقبلتي الالم اللي كيجيك من الانضباط، غتكون هكا كتجنب واحد الالم اللي قوى منه بعشرات الاضعاف، اللي هو الم الندم اللي غتحس به ملي غتلقى راسك كبير في السن وما داير والو في حياتك. اما الم الانضباط فهو واحد الالم اللي بحلاوته. مثلا واحد كيمشي لاصال يتريني وكيعرق وكيضرب تماره ديال بصح، ملي غيسالي وغيمشي للدار وغيضربها بتدويشه بالماء بارد غيرتاح، وفي نفس الوقت كيحس بواحد الرضا كبير على نفسه. اما اذا جلس وما مشاش للحصه غيبقى الندم ياكل فيه لمده سيمانه ولا اكثر، بينما الالم ديال التعب كيمشي في ليله. ونفس الشيء الواحد عنده الباك، اذا انضبط واجتهد في العام الدراسي وضرب تماره باش ياخذ نقطه زوينه، فراه ملي غيسالي العام وينجح غيكون سادك التماره اللي ضرب في العام كامل وفرحان بها، عكس واحد كيبقى العام كامل عطيها غير للزهو والدوران والنعاس. نهار غيسقط غيحس بواحد الالم مضاعف 100 مره على هذاك الالم اللي كان غيضرب في الانضباط والاجتهاد ديالو لمده عام. والمشكله الكبيره هو ان الم الانضباط غيمشي ملي غينجح، اما الم الندم على السقوط غيبقى تابع في حياته كامله. هادشي علاش كنقول ليك وكنأكد ليك باللي اذا زيرتي راسك وكنتي انسان منضبط فراه غتجنب 50% من الالم اللي غدوزو في حياتك كامله، وانت راك ما بقيتيش صغير باش تهرب من المسؤوليه ديالك والتمره اللي خصك تضربها على قبر راسك والعيشه اللي باغي. واذا كنتي عارف بالقيمه دهادشي اللي كنقول ليك فراه غتقدر تنضبط لراسك بلا ما تطبق هادشي اللي في هاد الفيديو ولا في اي فيديو اخر، والقرار في الاخر كيبقى ديالك. يا ترضى بالعجز والراحه دابا ومن بعد سنين معدوده تخلص عليهم غالي، ولا تجمع راسك دابا وتنضبط باش من بعد توصل داكشي اللي باغي وتعيش كيف ما انت باغي. هنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى يكون فاتكم ولو غير شويه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اذا عجبكم المحتوى، وتخليوا لي شي تعليق زوين فشي انتقاد بناء ولا شي تشجيع. وشكرا لكم بزاف، كان معكم تورفين، تهلاو.